السلام عليكم، معاكم عبد الله فتحي صلى على النبي ويلا بينا. قنا وقفت الطالبة في طابور الصباح متحدثة. هي حالتها ايه؟ كإعرابي يعني. مين اللي وقفت؟ طالب. فاعل مرفوع بالضم. في طابور الصباح طابور اسم مجرور والصباح مضاف إليه. متحدثة حالتها لسه حياة. ده حال منصوب بفتحة عادي. فقالت يسعدني أي ياء في آخر الفعل كلمة ناهيك اهي اللي هي تعرب يا مستر؟ لا أيوه دايما دي أي ياء بقى. يسعدني أعجب مفعول. أن أهنئ ده فعل نوعه ده بقى. الجميع يهنئ مين؟ الجميع مفعول به منصوب بالفتحة عادي في بداية العام الجديد وأشهدت بما قامت به إدارة المعهد. مين اللي قامت به؟ إدارة، يبقى إدارة دي فاعل. وقد سمع الجميع هذه الكلمة وهم فرحون. طب واحدة واحدة كده مع بعض يا أستاذ. طبعا هم مبتدأ، فرحون خبر، وده ناخدها دلوقتي. طيب عايز فاعل فعل لحقات تاء تانيث وجوبا. وقفت. طب ليه هنا يا مستر تاء تانيث وجوبا هنا ليه؟ عشان طالب. ما طالما مؤنث حقيقي ومتصل بالفعل مفيش فاصل يبقى يجب التأنيث. طب قامت به إدارة. قامت دي أستاذ يجب التأنيث الفعل؟ لا عشان في فصل لا عشان يا مستر المؤنث هنا مجاز التأنيث إدارة يبقى يجوز التأنيث يا أستاذ الفعل ده. طب حال جملة فاكر الضمائر بقى وهو الربط وكلها على بعضها حال جملة. خلي بالك يبقى الجملة كلها دي في محل نصب حال. طب هم تعرب ايه؟ مبتدأ. شاطر. هم تعرب مبتدأ يا أستاذ. فرحون تعرب ايه؟ خبر يا أستاذ. بس الجملة كلها في محل ايه؟ نصب حال. فاعل صريح يلا. فعل صريح. قلنا الطالبة عادي يا مستر كده. طب لو قال لك مقول بالصريح يبقى ايه؟ أن أهنئ على بعضها. أن أهنئ لا أن أهنئ أقول على بعضها. صعب الكلام؟ واحنا يعتبر عربنا القطعة كلها يعني. قاعدة إن والمفرغ الاستثناء مفرغ يقول لك بعد قراءة البيت ده أعرب الأمثلة دي واسيب بقى كده. أنا عارف المفرغ بنعربه حسب موقعه في الجملة. ما قام إلا زيد. هنعرف زيد إيه يا مستر؟ طبعا احذف بقى قام زيد. زيد فاعل. ما ضربت إلا زيدا يبقى ضربت مين؟ ضربته يبقى ضربت دي فعل وفعل وزيد يبقى مفعول به يا مستر. ما مرت إلا بزيد يبقى حرف جر وزيد اسم مجرور. يبقى اسم مجرور. ده الاستثناء المفرغ حسب موقعه في الجملة يا أستاذ. طيب النقطة اللي بعدها الشاه بتاعنا يا أستاذ إلا رسيمه وإلا رمله يا أستاذ. هنا تكرار إلا صح؟ تكرار إلا. خلي بالك رسيمه ديت بدل بعض من كل ورمله ده معطوف على مين؟ على البدل المرفوع. يبقى إلا هنا يا مستر اتكررت للتوكيد فتلغى. بجد في ايه؟ فتلغى. صعبة؟ ماشي. هو اللي بيجي بعدها بيعرب حسب موقعه في الجملة. لا ولا والله متفق. لا والله مجرور بالإبداع. لا برضه. وأمال إيه؟ غير وسوى اللي بعدهم الاثنين مضاف إليه. بس غير حركة ظاهرة وسوى حركة مقدرة. طيب مذهب جمهور النحويين لا يجوز. مذهب جمهور النحو قال لك انه لا يجوز ايه؟ تقديم الحالة على صاحبها. بص يا سيدي طبعا العبارة خطأ مش صح. ليه؟ لأن قال لك لو كان مجرور يمتنع. تمام كده؟ بهند. طب لو كان مرفوع على منصوب مفيش خلاف في الجواز تقديم. يجب تقديم فاعل المفعول إذا خيف اللبس. صح. أيوة ضربه. موسى عايز. طيب زيد أخوك عطوفا الحال مؤكدة المضمون. صح. طيب جملة وقعها إذ ضرب مضارع مثبت يجب أن تقترن بقد. هو بص هو يجب أن تقترن هي مثبت يعني يجب الاقتران معايا يا عزة على قد هنا مش شرط. لا غلط مش شرط يكون مع قد. يعني قال لك هنا إيه؟ جاء زيد يضحك. تمام كده؟ ويا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون في قد وفي إيه؟ من غير قد. مثل لما يأتي يلا يا ابني. هل يجب تقديم على المفعول ضربه موسى عيسى؟ حال مؤكدة اللي عاملها يعني حال مؤكد اللي عاملها هتبقى جاء وارسلناك للناس ايه؟ وارسلناك للناس رسول. ثم تولى. حال تعدد وصاحب مفرد ايه؟ جاء محمدا راكبا ضاحكا. لا يقولون الله يا سيدي. وبرضه مثال تاني من جاء دول زيد.
برضه عليه دليل. او برضه طب في حال سؤال لازمة تاني. من دعوته. قرأ زيد هيقرأ زيد. نفس الفكرة. طب حال لازمة. حال لازمة احنا قلنا بقى حال لازمة دعوت الله سميعا. لو استفدت او استفدت من الفيديو ده يا ريت تضغط على زر الاشتراك، يعني بالعربي كده تشترك في القناة. لايك على الفيديو حاجة بسيطة منك، ولكن بتشجعنا ان شاء الله تعالى ان احنا نكمل في تنزيل فيديوهات.